بانيه بطريقه مختلفه جدا. انسوا بقى الطريقه المقليه في الزيت وكل الطرق اللي انتوا عرفتوها، جربوا معايا الطريقه دي. هنعمل البانيه في الصلصه، فيلا بينا بقى نشوف طريقته عامله ازاي. هنتبل البانيه بتتبيله بسيطه جدا كده. هرش رشه ملح، رشه من الفلفل الاسود، معلقه بابريكا، رشه من بهارات الفراخ الجاهزه بتتباع في السوبر ماركت. هبتدي اتبلهم كده بحيث ان التوابل دي كلها تغلف الفراخ. سخنه بقى جدا على النار، هنزل بمعلقتين كبار زبده. بعدين هبتدي انزل بقى بشرايح البانيه اللي احنا تبلناها. مش هامله الطاسه قوي لحد بس اما كله ياخد لون، وبعد كده ابتدي انزل بقى بالدفعه الثانيه. هنزل ببصل وفلفل وطماطم، رشه من التوابل، رشه ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ جاهزه. هنزل عليهم بقى بمعلقه صلصه او كاتشب. هنزل عليهم ربع كوبايه ميه مغليه، هنزل فيهم بقى قطع الفراخ اللي احنا حمرناها. هسيبها بقى تكمل سوا، ما اخدتش 10 دقايق لحد لما الصوص قل كده وتقل. جربوها وبألف هنا.